قال حاكم سوريا بشار الأسد وفي مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الأجنبية، قال أن نظامه لا يزال يحظى بدعم العديد من الدول العربية ومن أبرزها الجزائر التي أثنى على موقف النظام فيها واصفا إياه بالموقف الجيد والأساسي. هذا وكانت الجزائر قد عرضت العديد من القرارات واللوائح التي كانت الجامعة العربية قد أصدرتها ضد النظام السوري الذي يخوض منذ سنتين حرب إبادة ضد شعبه، كما قامت بتسليم العديد من اللاجئين السوريين إلى المخابرات السورية، ورفضت لحد اليوم إغلاق السفارة السورية لديها رغم المطالبة الشعبية بذلك. وفي سياق متصل اتهمت الجبهة الإسلامية السورية التي تقاتل النظام السوري في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، اتهمت 17 تنظيما دوليا بالقتال إلى جانب جيش بشار الأسد. ومن بين هذه التنظيمات والدول ذكر البيان قيام كل من أنظمة مصر والجزائر وكوريا بتزويد النظام السوري ودعمه بفنيين وطيارين يقاتلون في صفوف جيشه.